طيب يا شباب ومكملين مع بعض، والنهاردة معانا بإذن الله الكومبريهنشن أو قطعة القراءة للفهم. اللي هقدر أقوله لك في الجزئية أو في السؤال ده: ما تترجمش ترجمة حرفية وما تاخدش الحاجة بالشبه. يعني مش علشان لقيتي كلمة تحت في السؤال تروحي واخداها وجري على القطعة فوق تلاقي نفس الكلمة أهو يبقى السطر ده الإجابة. لا، ممكن ببساطة يكون عندي حرفين اتنين محاولين للكلمة انتونيم للتضاد أو العكس، يبقى أنا كده لبست نفسي في حيطة. أهم حاجة أفهم السياق بس الموضوع بشكل عام، أقرأ القطعة قراءة سريعة، بعدين أبص على الأسئلة وأرجع أقرأها تاني بشكل أعمق أدق. طيب تعالوا نشوف القطعة بتاعتنا النهاردة. Jennifer was thinking in a room. جينيفر قاعدة في أوضتها عمالة تفكر. She wanted a shelter there. كانت نفسها الأرض تنشق وتبلعها زي ما بنقول، أو كانت عايزة تعيش مستخبية في أوضتها. Since false gossip about her began circulating at the academy last year. من ساعة ما في شوية نميمة وصرصرة وإشاعات بدأت تتنطور وتطلع عليها في الأكاديمية. circulating يعني ينتشر، عامل زي كلمة spread. طيب not that Jennifer had ever been considered a social butterfly. مش علشان جينيفر شخص اجتماعي ومن مرتادي الحفلات ومقطعة الدنيا ظهور. لا بالعكس، ده هي أصلا she preferred to live indirectly through the stories. هي أصلا قررت تعيش بشكل مباشر من خلال القصص of her more ashamed friends، من خلال قصص صحابها اللي مش بيخجلوا مش بيتكسفوا على الإطلاق. late night celebrating associating with girls، بيقعدوا يحتفلوا بالليل برفقة البنات. childish tricks، بيعملوا مقالب وحركات طفولية في بعض. still she had taken to be more by herself than usual. ده اللي خلاها تقفل على نفسها أكتر وتبقى أكثر خجلا. The acquisition surfaced and that thing made her on thin ice. من ساعة ما بعض الاتهامات ظهرت على الساحة حواليها أو بخصوصها، الأمر اللي خلاها في موقف سيء، موقف محرج، موقف لا تحسد عليه. She was up for consideration for the highly popular Velvet Award. كانت يعني من أكثر الناس ترشيحا، كان اسمها أعلى القائمة للمرشحين لجائزة بلوفولت Scholarship Recognizing Academic Integrity and Promise. دي منحة دراسية تحت مسمى النزاهة الأكاديمية والوعد. A student، طالب ابن حلال مصفي، had given his master Jack an anonymous tab. ادى معلومة كده مجهولة المصدر للمدير جاك that Jennifer had cheated on several tests، إن جينيفر كانت بتغش في امتحانات كتير. The accusation were laughable، الاتهامات دي كانت مثيرة للضحك، طبعا دي آخر واحدة في الطلبة ممكن تلجأ للغش. Jennifer had long been a clever student at the academy. جينيفر طول عمرها من أنجب وأشطر الطلاب في الأكاديمية. ماشي أنا معاك she lacked a natural intelligence، ماشي هي كانت بتفتقر، ما كانش عندها الذكاء الطبيعي بتاع الناس. This was true، ده صحيح. However، بس مع ذلك she compensated for this shortage، عوضت القصور أو النقص أو العجز ده through carefulness and insistence، عن طريق الإصرار والعزيمة والإرادة القوية. She was very thorough in her studies، كانت آه، شاطرة جدا أو شديدة أو متميزة في مذاكرتها. and exhibited an almost relentless determination، و exhibited ورت أو أظهرت an almost relentless يعني شيء لا هوادة فيه، شيء صلب شديد قاسي. determination عزيمة، وأظهرت البنت عزيمة وإرادة من حديد. Still، ولكن مع ذلك the acquisition had given the recommendation committee pause. شوية الاتهامات والبلبلة دي خلت لجنة التوصيات تعمل بوز، لا تقف شوية كده ونشوف ايه اللي بيحصل. On Friday، في يوم جمعة عادي، Jennifer had been called to Mr. John Grand office. البنت ماشية في أمان الله فجأة
على الطالبة جينيفر التوجه إلى مكتب السيد جاك الرئيسي where she was asked copious questions about her recent exams. وفي المكتب بتاع الهيد ماستر بتاع المدير البنت اتهرت أسئلة بخصوص امتحاناتها الأخيرة. The experience was quite shocking. لا بصراحة النتيجة كانت صادمة. عامة it was an elite school، دي مدرسة النخبة، مدرسة الصفوة، مش أي حد بيدخلها. Most of its students came from honored backgrounds، ومعظم الطلبة جاية من خلفيات مبجلة ومحترمة. And طبعا this was not the case for Jennifer. ما كانش نفس السيناريو بالنسبة لجينيفر. Her family had little money. طبعا البنت أسرتها على قد حالهم، معاهم يدوب فلوس على القد. ولكن she attended the school on a full scholarship. هي دخلت المدرسة مش بفلوسها بس بشطارتها اللي خلت دراستها تمول بشكل كامل أو بمنحة دراسية كاملة. The award would help her family pay for college. المنحة اللي بتاعت جلوبال اللي ذكرناها في القطعة رقم 1 هتساعد أسرتها كتير إنهم يدفعوا فلوس جامعتها. So it was with the same diligence with she applied to her studies. طبعا كانت بنفس الاجتهاد والتفوق اللي قدمت فيه في المدرسة، هو اللي بإذن الله اللي هتكمل على نفس المنوال. المهم بقى يا سيدي that Jennifer planned to reveal her accuser. كل الحاجات اللي حصلت دي خلت جينيفر تقرر إنها تكشف المتهم أو الشخص اللي اتهمها الاتهامات الباطلة دي. طيب تعالوا نبص على الأسئلة دلوقتي والإجابة الأنسب لكل سؤال. The suitable title of the passage is أفضل عنوان مناسب للقطعة طبعا هو Struggling in life to reach your goals. الجهاد والمكافحة في الحياة عشان توصل لأهدافك. لا هو القطعة مش بتتكلم عن جايزة المدرسة ولا الغش في الامتحانات ولا مساعدة الغير. الفكرة الرئيسية إن البنت دي جينيفر أفضل مثال على العزيمة والإصرار. طيب بعد كده The Academy was a school. الأكاديمية دي كانت عبارة عن مدرسة طبعا with many wealthy students، فيها أو شاملة على كل الأطفال اللي مقتدرين ماديا أو من خلفية مادية عالية. طيب بعد كده The best sentence that can summarize the second paragraph is that. القطعة التانية أقدر آخد أحسن وصف ليها. طبعا القطعة التانية بتاعت الطالب ابن الحلال اللي قال لمستر جاك على أو اتهمها بأنها بتغش. طبعا القطعة دي دليل على in strong determination can compensate anything. العزيمة والإرادة القوية تقدر تعوض أي جانب نقص أو قصور، طبعا لافتقارها للذكاء الطبيعي. بعد كده The award is important to Jennifer because it will. الجايزة مهمة لجينيفر طبعا علشان help her family pay for college، هتساعد أسرتها كتير إنها تتكفل وتدفع مصاريف الجامعة. طبعا الجايزة دي مش هتثبت إنها ذكية ومش هتخليها فخورة ومش هتخليها تسافر، هي مش غايتها السفر، غايتها الالتحاق بالجامعة. طيب بعد كده being a student at the academy Jennifer needs to. بما ان جينيفر طالبة في الأكاديمية فهي محتاجة ايه؟ طبعا to be persistent and has a strong will. عشان تعرف تعيش وتكمل في وسط الناس دي لازم يكون عندها عزيمة وإرادة قوية. طيب if the students continue accusing Jennifer of cheating she will. لو فضل الطلبة يكملوا في اتهاماتهم إن جينيفر بتغش طبعا هي هتبقى عايزة insist of knowing the accuser، هتبقى عايزة تعرف مين وراء الاتهامات دي. طيب Jennifer was different than many of her fellows as she. جينيفر كانت مختلفة عن fellows عاملة زي كلمة mates أو friends، كانت مختلفة عن زمايلها وأصدقائها اللي معاها علشان هي is not wealthy، ما كانتش غنية زيهم، ما كانتش من نفس
الشريحة المادية. طيب the underlined phrase on thin ice، العبارة اللي هي on thin ice implies that Jennifer was، طبعا معناها أو بتوحي بأن جينيفر، قلنا إن جينيفر كانت في موقف سيء. طيب كلمة موقف situation يبقى خلصت، تختار in a critical situation، حتى لو أنا مش عارف معنى كلمة critical كفاية عندي situation، ده الموقف الوحش اللي كانت فيه.